التخطيط فكرة ربانية مو مجرد مهارة بشرية. سيدنا يوسف عليه السلام لما فسر رؤيا عزيز مصر ما اكتفى بالكلام، حط خطة كاملة تنقذ الناس من المجاعة. قسمها على 3 مراحل واضحة: الإنتاج، الاستهلاك، الادخار مع استثمار المدخرات. بمرحلة الإنتاج قال: تزرعون 7 سنين دأبا، يعني 7 سنين من العمل المتواصل بلا توقف. بعدين بتبدأ مرحلة الاستهلاك، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، وهون التحدي الحقيقي: إدارة الموارد وتنظيم توزيعها بعدل حتى ما يجوع أحد. أما المرحلة الأخيرة فهي الادخار الذكي، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، واللي فيها استخدام جزء من المدخرات لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج من جديد. التخطيط بالقرآن الكريم يعني إنك تكون جاهز اليوم لمواجهة تحديات بكرة بعقل منظم ونظر بعيد. قصة سيدنا يوسف عليه السلام بتعلمنا أن التخطيط فكر نبوي، والاستعداد للمستقبل عبادة عقلية.